النادي الاهلي امام فلامينجو بيخسر 4-2 ومفيش اي حاجه تتقال في الماتش غير النادي الاهلي ضيع من ايديه فوز سهل. مش فكره بقى الخساره وعدم الخساره، لا، النادي الاهلي فعلا ضيع من ايده فوز سهل. والكلام ده بيرجعني لنقطه انا كنت بقولها دايما وبقولها زمان وهفضل اقولها: اي مدير فني اجنبي في مصر انا مش هلومه. وكنت بقول اسباب الاول ان مفيش نظام في الدوري مش منتظم، المدرب ما بيعرفش يعمل فتره اعداد، ان الكلام ده كنت بقول ان لا احنا اللي فشله ومش عارفين نعمل دوري منتظم، فانا مش هلوم المدربين الاجانب على كده. اللي دلوقتي بقى كمان او النقطه الزياده ان مصر ما فيهاش مواهب، احنا ما عندناش مواهب في عالم كره القدم المصريه نهائي. محمد شريف وقفشه، تعالى بقى نرجع من مباراه ريال مدريد، قفشه وشريف لو كانوا اتنين لعيبه فعلا عندهم بس يعني ربع موهبه كان ماتش ريال مدريد الاهلي كان ممكن يقدر يفوز. ماتش فلامينجو النهارده برضه نفس القصه، محمد شريف واكتر من لاعب جوه النادي الاهلي لو عندهم بس اللمسه الاخيره وقادرين ان هم فعلا عندهم مواهب وقادرين ان هم يدخلوا الجون باريحيه ويهدفوا، كان برضه النادي الاهلي فاز النهارده فوز سهل. النادي الاهلي بيضيع ضربه جزاء، محمد شريف بيضيع انفراد الثالث، بيضيع الرابع، طب وبعدين؟ فانا الوم كولر المدير الفني على النادي الاهلي عليه، كولر عمل اللي عليه، خلى لك شخصيه قدام ريال مدريد وقدام فلامينجو، ولحد الدقيقه 70 انت قدام فلامينجو ماسك الكوره وليك شخصيه في الملعب وليك شكل في الملعب، وصلت للجون اكتر من مره. تمام. قدام ريال مدريد نفس القصه، كان ليك في اجزاء كتير من المباراه لا كنت فارض سيطرتك و الى غيره. فالراجل خلى لك شخصيه قدام الفرق، في شخصيه قدام الفرق، خلق لك فرص وقدرت ان انت توصل للجون اكتر من مره. مش هينزل بقى هو يحطها، لا يعني مش هقول الراجل اكتر من كده واقول له انزل انت والنبي اعمل الكوره نحط الكوره. فانا بقى زي ما بقول انا مش هلوم المدربين الاجانب اللي موجودين في مصر على فقرنا احنا في المواهب، احنا ما بقاش عندنا مواهب. يعني كولر ده انا الوم على ايه؟ كولر مدير فني النادي الاهلي اقول له ايه؟ اقول له معلش والنبي يا عم كولر نبوس ايدك احنا ما عندناش مواهب، حاول ان انت تنزل انت تشوط الكوره تجيبها جول، لا. فالكره المصريه بقت فقيره. احنا زمان يعني مش زمان ده مش فتره بعيده، احنا كان عندنا في سنه احمد حسام ميدو وعماد متعب ومحمد زيدان وعمرو زكي، الكره المصريه كانت مليانه. دلوقتي فين؟ ده هو مصطفى محمد ويعني اهو مفيش تاني فراوده في مصر. الراجل حتى لو جيت فكرت دلوقتي في الكره المصريه قفشه وشريف، انت النادي الاهلي مثلا هتجيب مكانهم مين من الكره المصريه؟ مين لاعب في الكره المصريه تقول ان هو ده يصلح؟ انت شوف قفشه ده بقى وشريف، يعني شريف ده احسن، المفروض ان هو احسن راس حربه موجود داخل الدوري المصري، راس حربه النادي الاهلي، فلازم يبقى احسن راس حربه في مصر. قفشه صانع لعب النادي الاهلي لازم تقول عليه ان هو احسن صانع لعب في مصر. ما انت هتقول على مين؟ لان النادي الاهلي اكبر نادي في مصر. نادي الزمالك مين الراس حربه في نادي سيف الدين الجزيري وعلى الله وتونسي اصلا. صانع لعب في نادي الزمالك مفيش صانع لعب في نادي الزمالك. فاحنا فقراء على الله، مفيش اي حاجه. الناس اللي ماسكه الكوره في مصر يا ريت حالنا يصعب عليكم، لان احنا ما بقينا مفيش، احنا ابيض، مفيش مواهب، مفيش اي حاجه. لعيبه ما صفر تحت الصفر كمان. محمد شريف النهارده رايح على اللاعب انفراد، رايح على حارس المرمى انفراد، انت بتعمل ايه؟ وقدام ريال مدريد رايح برضه انفراد بياخد حارس المرمى بالحضن. ايه يا عم في مفيش فينش خالص، ابيض. ماتشين ورا بعض بتضيع فرصتين اسهل، كل واحده فيهم اسهل من الثانيه، كانوا ممكن يحولوا النتيجه لفريقك لافضل وافضل وافضل. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قفشه نفس القصه، مش عارف يباصي اصلا ويطلع اللعيبه، وحتى لما بتجيله فرصه بيضيعها. الفرصه اللي ضيعها قدام نادي ريال مدريد انت بتعمل ايه بصوت عصافير؟ فلا احنا عندنا مشكله كبيره جدا، وزي ما بقول وهفضل اقول انا مش هلوم اي مدرب اجنبي في مصر على الحال اللي احنا وصلنا له، لان مش هلوم مدرب على فكره تلاحم المواسم، مفيش تحكيم زي الزفت وكلنا عارفين ومعترفين بده، مفيش مواهب اصلا ان هو يقدر يعتمد عليها ان هي تنفذ له خطه لعب. كولر المدير الفني للنادي الاهلي، والكلام ده عشان انا قلت قبل كده على موسيماني هقول دلوقتي على الكوره من باب يعني كلمه الحق. الراجل عمل اللي عليه، عمل كل اللي عليه، قدر يخلق لك شكل قدام ريال مدريد، يخلق لك شكل قدام فلامينجو، قدر ان انت يوصلك للمرمى. فالحاجتين اللي على الراجل عملهم، مش هيعمل اكتر من كده، والمفروض مش مطالب من المدرب ان هو يعمل اكتر من كده، اكتر من ان هو يعمل لك شخصيه، واكتر من ان هو يوصلك للجون ويعمل لك اسلوب لعب، ما ده مش مطلوب منه اكتر من كده. عمل اللي عليه، الراجل عمل اللي عليه. الدور والباقي بقى على القائمين على الكره المصريه، نبوس ايديكم، كفايه وساطه وكفايه محسوبيه، كفايه لان الكره المصريه خلاص انهارت.